السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. انا روبي مصرية عايشة في تركيا، لو اول مرة تشوفوني. قلت اصور لكم الشارع كده. النهاردة الدنيا شتاء والجو كده مش هو، يعني تحسوا ان فيه غيامة كده وتحسوا ان الجو مش مصحصح. الجو عندنا غير مستقر بالمرة، يعني والله ربنا يرحمنا برحمته كده. فدخلت المطبخ طبعا، قلت احضر فطار النهارده. طبعا يوم الاجازه، الولاد قاعدين وباباهم هينزل الشغل متاخر، فقلت بقى ايه، اعمل فطار كده مصري اصيل كده، فلافل بقى وفول وحركات بقى كده. فقلت بقى ايه، اشارككم معايا اليوم كده من اوله. هنعمل حاجات حلوه كتير جدا، عايزاكم تكملوا معايا الفيديو. وهنعمل مع بعض كمان الكوكيز الخطير الرهيب. طعمه حلو جدا جدا، وناس كتير جدا جربته. عملناه قبل كده مع بعض في القناة، وناس كتير جربته وعجبهم جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبكم جدا. وبعدين الفيديو النهارده دسم قوي قوي، حلو قوي، يعني هيعجبكم. اول حاجه، انا كان عندي كميه من يعني كيس كده، اخر كيس يعتبر عندي من الفلافل. كان في الفريزر، يعني هو والله لقيته كده بالقدر. انا كنت اصلا برتب امبارح برتب الفريزر كده والتلاجة، فاكتشفت ان هو موجود من تحت كده وما شفتوش خالص، فطلعته دوت من تفريزات اللي كانت بتاعه تحضيرات رمضان. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، العجينه بتاعتي جميله وزي ما هي وتحفه، مش عايزه اقول لكم جميله قد ايه. حطيت لها التوابل بتاعتها، حطيت الكمون والكزبره وحطيت سمسم وبيضه. وخلطت الكلام ده كله مع بعض، وجهزت البيض برضو. هنعمل بيض اومليت كده عشان الولاد بيحبوا عندي بيض الاومليت، مش بيحبوا المسلوق. انا بحب المسلوق بصراحه، يعني لما بيبقوا في المدرسه انا بعمل بيض مسلوق، لكن في يوم الاجازه بعمل لهم اللي هم عايزينه. جهزت الفلافل كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت ايه اقليها على على البوتاجاز كده زي ما انتوا شايفين. طبعا المطبخ كان بايت نضيف، زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو، ما كانش فيه اي حاجة. فانا يعني ايه وفرت على نفسي. قلت يعني ايه، بما ان هم قاعدين، انا اليوم اللي هم بيبقوا قاعدين فيه بصراحة، فبحاول اخلي الدنيا تبقى هادية والبيت يبقى نضيف على قد ما بقدر. قليت الفلافل كده زي ما انتوا شايفين. هعمل دلوقتي طبق الفول كده المحترم بتاعنا، اللي احنا برضو عملناه برضو مع بعض، يعني دمسنا الفول مع بعض اكتر من مرة على القناة. ودي طريقتي بصراحة، بقالها سنين ما بغيرهاش ابدا في الفول. وبضربها بالهاند بلندر بشيلها كده في علب تلاجة، ووقت ما بعوز بطلع. حطيت الكمون، يعني أنا عملته بطريقة بسيطة جدا، ما عملتهوش بطريقة يعني فيها شغل كتير. انا حطيت يا دوبك الزيت والفول، وحطيت التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون، وحطيت هريسة شطة، وقطعت عليها قرنين فلفل اخضر كده، بتديها طعم حلو جدا وريحة. والبيض برضو سويت البيض كده زي ما انتوا شايفين. وكان عندي زيتون، طلعت زيتون، وكان في مربى، وقطعت خضار. وكان الفطار بصراحة يعني كان بسيط وحلو، بس بقى ايه، الفطار الأصلي بتاعنا المصري الجميل ده، الأصيل ده، اللي هو اللي أساسا بيقعد في البطن وقت طويل. زي ما انتوا شايفين كده، أنا خلاص خلصت. وطبعا الدنيا كانت نظيفة يعني إلى حد كبير، كان في حاجات بسيطة خالص عايزة تتعمل. قلت إيه، وأنا بشتغل كده قلت أرتب نفسي وأرتب دماغي، أشوف هعمل إيه. وهعمل كل حاجة معاكم، هشارككم اليوم كده كده معايا من أوله، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. بصوا، ده الكركم اللي قلت لكم عليه من كام فيديو كده، هوت ان هو اساسا خلاص من ساعه ما بدات اعرف معلومه الكركم دي. وانا بصراحه يعني حطيته كده مع زي الملح والفلفل كده في ملاحه بستخدمه دايما. فطرنا الحمد لله والشكر لله، ربنا يديمها علينا النعمه يا رب ويحفظها من الزوال. ودلوقتي هنشرب الشاي، وهم بقى هينزلوا بقى كل واحد يشوف حاله. عندي الولاد بينزلوا يذاكروا في المكتبه عشان خلاص الامتحانات. الامتحانات خلاص، بإذن الله يوم الاثنين عندنا هتبدأ. ربنا كده ان شاء الله ينجحهم ومعاهم كلهم يا رب كده، ويفرحنا بيهم كده، ويفرح قلوبهم يا رب جميعا، اللهم امين. ويفرح كل ام بابنها، ويفرح كل ولد وبنت بنجاحهم ان شاء الله وبمجهودهم باذن الله. هم بينزلوا يشوفوا اللي وراهم، وانا كمان بقول ايه، لو ورايا حاجه في البيت اعملها. انا بصراحه مش هكذب عليكم، كان عندي غدا قبليها بيوم. كان عندي بواقي، يعني النهارده عندي بواقي اكل، وما شاء الله البواقي يعني ايه كانت كتير شويه. فقلت خلاص مش هعمل اكل النهارده، هكتفي بالغدا اللي موجود، حرام حاجه تتكب.
انتوا عارفين كل حاجه دلوقتي غاليه، كل حاجه دلوقتي بتتكلف. فانا بصراحه مش هعمل حاجه النهارده. يعني حتى كنت ناويه اعمل مثلا ايه نوع شوربه يبقى جنب الاكل كده ولا حاجه، ويبقى تغيير سفره. فبصراحه قلت لا، لو عملت اي حاجه هيتبقى لتاني يوم، وهضطر كده بصراحه يا اما كوب الاكل يا اما اسيبه في التلاجة لغايه ما ينشف، وبرده مش هيرضوا ياكلوه. فقلت النهارده مش هعمل اي جديد خالص، نخلص بواقي الاكل وبكره ان شاء الله اعمل اكل جديد. بعد ما فطرنا وشربنا الشاي، شطبت الحوض كده زي ما انتوا شايفين. قلت عشان برضو افضل محافظة على نظافة الحاجة ونظافة البيت يعني. فقلت اخلص كده اول باول. انا برغي كتير يا جماعة قولوا لي، عشان في ناس يعني في كومنت قبل كده قالت لي انت بترغي كتير. انا والله العظيم ما بصدق يعني اتكلم معاكم، انتوا عارفين ان احنا هنا في غربة. والله ما بصدق اتكلم معاكم كده واخد ودي معاكم، يعني بحس ما اعرفش، بحس ان انتوا قدامي وبتكلم معاكم كده، يعني ببقى فرحانه جدا والله وانا بتكلم. على فكره انا والله العظيم في العاده انا ما بكلمش كتير. يعني انا في البيت، في بيتي الولاد في كل واحد في اوضته، وانا في اوضتي والله العظيم لو في المطبخ بعمل حاجه ما بتكلمش طبعا خالص. ما بتكلمش غير معاكم لو انتوا متضايقين قولوا لي. لو انتوا متضايقين يعني وحاسين ان انا برغي كتير وبتكلم كتير، قولوا لي في الكومنتات. المهم شطبت المطبخ كده يعني وخلصته. وعملت لي كده كوبايه قهوه الصراحه، يعني في نص الشغل كده الصراحه، عشان ما كنتش شربت قهوه الصبح. فعملت لي كوبايه قهوه بس ما صورتهاش، ان شاء الله اصور لكم واحده تاني بكره ان شاء الله في الفيديو بتاع بكره وانزلها لكم. لميت بقى اي حاجه عايزه تتغسل معايا كده بالمره. لميت الحاجات بقى اللي انا بسند عليها المعالق والحاجات دي. قلت عشان ايه الدنيا تفضل نظيفه كده على طول. وفعلا الحمد لله الحاجه وهي نظيفه ما بتاخديش فيها وقت عشان تحافظي على نظافتها. يعني ايدينا اول باول كده مثلا، وانتي مثلا بتغسلي الحوض، خدي بقى الرخامه بقى والحيطه كده من فوق، ولو في اي حاجه عندك خديها اشطفيها كده زي ما انا بعمل كده. انا بشطف دايما الحاجات كده اول باول، ما باخدش فيها مجهود، وما بحتاجش بقى اعمل تنظيف عميق. على فترات قريبه بعمل تنظيف عميق، بس ايه على فترات بعيده شويه، لان انا ايدي في الحاجه على طول. مثلا بعمل اي حاجه على البوتاجاز وفي طرطشه اي حاجه، طرطشه طماطم، طرطشه زيت، اي حاجه على طول كده بختين بالبخاخ بتاعنا اللي احنا متفقين عليه، وباي فوطه مطبخ كده بمسح، والدنيا بتبقى زي الفل. خلصت المواعين بتاعتي وزي ما انتوا شايفين كده بنشفها وبشيل كل حاجة مكانها. وخلاص كده خلصت المطبخ. هطلع من المطبخ بقى ما ورايش اي حاجة، بس هعمل كوكيز معاكم بعد ما اخلص اللي ورايا. يعني هخليها كده في نهاية الوقت بتاعي، علشان ما يبقاش ورايا حاجة، اخلص حاجتي وانا كده بالي رايق ومش مش شايله هم حاجة. بمسح كده اي حاجه عندي تقابلني على الرخامه بمسحها، ولسه بقى هبدا ايه اعقم كده. في منظف حلو جدا جدا بشتريه من بيم، بيعجبني جدا جدا، مش عايزه اقول لكم حلو قد ايه بيدي. هو ده، خدوا لقطه شاشه لحبايبي اللي موجودين هنا لو عايزين. بيبقى حلو جدا ومعقم حلو قوي، وريحته بتبقى حلوه، وبيحافظ على ان ريحه المطبخ والريحه الحلوه تبقى موجوده في المطبخ لاطول وقت زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتوا شامين همسح بقى زي ما انتوا شايفين كده، بلمع بقى. انا خلاص رشيت المعطر ده والمنظف والمعقم ده. بوزعه بس، يعني هو انا مش بمسحه، انا بحاول اوزعه كده على الحيطان بقى وعلى الرخامه وعلى ال... الخلاط بتاع الحوض. وخلاص بقى على كده مطبخي زي ما انتوا شايفينه كده خلص بسرعه بسرعه زي ما انتوا شايفين، وانتهيت منه. وهاخدكم واروح عندي ماتش تطبيق الغسيل. بصوا عندي كميه غسيل كبيره جدا، والسرير بقى ما تروقش، فقلت اروق السرير كده الاول واظبط الدنيا الاول، وابدا ايه اطبق عليه، لان انا بحب اطبق الغسيل خصوصا القطع الكبيره على حاجه كده مسطحه قدامي، عشان اعملها كده ايه كويس وتخلص معايا بسرعه. لان انا بصراحه يعني من وقت كده طويل كان دراعي وجعني خالص، ما كنتش بقدر ارفع ايدي فوق. فتعودت ان انا لما اجي مثلا اعمل قطعه كبيره مثلا ملايات، دفايات كده، لازم افردها على حاجه.
عشان كان دراعي بيوجعني، فخلاص استسهلت الموضوع. الحمد لله انا دلوقتي اتحسنت كتير وبقيت كويسه الحمد لله وشكر لله. لكن انا لاحظت ان هي بتتظبط اكتر وبتبقى شكلها منمق اكتر، وقلت اعمل يعني خلاص زي ما اتعودت. روقت السرير كده زي ما انتم شايفين. انا بحب الملايه الجميله دي قوي، الملايه بتاعت السرير دي بحبها جدا، وبحب برضو اللحاف ده قوي. وجبت له الكوشنز دي اللونين بتوع اللحاف. ما رضيتش اجيب الاتنين زي بعض، جبت اللونين عشان يبقى يبان شكله حلو كده. انا بحب الالوان زي ما انتم عارفين عني، انا بحب الالوان كتير جدا تبقى قدامي. وبعد ما فرشت اللحاف بحط الكوفرتة دي. كنت جايباها برضو من بيم على فكرة، كان منزلها من ضمن العروض، كانت حلوة جدا وسعرها كان حلو جدا جدا. فجبتها بجيبها كشكل كده بس يعني والله. ولما الجو بيحرر شوية بنستخدمها في الغطا عادي. هي اساسا الكواليتي بتاعها حلو، يعني تحسي ان هي على قطن شويه وحلوه جدا. الخامه بتاعتها حلوه جدا وكانت رخيصه جدا على فكره، ما كانتش بفلوس كتير خالص. فهبدأ بقى اطبق الغسيل كده زي ما انتم شايفين. في غسيل كان عايز يتعلق على رشاقات، علقناها ودخلناها الدولاب بتاعنا. وفي حاجات تانية هي بنبدأ بقى نطبقها كده زي ما انتم شايفين. قدر المستطاع يعني بنحاول ايه نلم الدنيا بسرعة علشان نخلص بسرعة ونقعد بقى رايقين. اليوم الاجازة بالذات انا بحاول يعني ايه انجز فيه شغلي بسرعة بسرعة عشان نقعد مع بعض قعدة حلوة، نشغل حاجة في التلفزيون مع بعض، نبقى قاعدين كده قعدة حلوة كده. ما يبقوش هم قاعدين وانا مشغولة جوه. يعني انا بحاول على قد ما اقدر يعني اقعد معاهم اطول وقت ممكن. هما بيستهلكوا وقت طويل جدا في المدرسة بصراحة. فعشان كده ما بنصدق يومين الاجازه دي بنقعد فيهم مع بعض. حطيت حاجتي في الدولاب وخلصت الشقه من جوه كده. الشقه الحمد لله خلصت خالص خالص. فقلت بقى اعمل لهم حاجه حلوه كده بمناسبه ان احنا قاعدين. هنعمل الكوكيز النهارده زي ما قلت في بدايه الفيديو. المقادير بتاعته سهله جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه. وتقدري تضاعفي الكميه لو عايزه كميه اكبر. انا عملت يا دوبك على قد السهره بتاعتنا. انا استخدمت واحده بيضه واحده بدرجة حرارة المطبخ، وباكت فانيليا، وحطيت عليها 150 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت ربع كوباية سكر حبيبات عادي، بس الحبيبات تكون ناعمة شوية أبيض، ونص كوباية من سكر البني. لو مفيش سكر بني تقدري تخلي الكمية كلها سكر أبيض عادي، أو تحطي مثلا نص الكوباية بتاعتك وتحطي عليها معلقة من عسل الأسود، بتديكي برضو نفس الشكل بس بتبقى مسكرة شوية. تمام تمام. بنزل بقى بالمكونات الجافة بتاعتي اللي هي كوباية الدقيق، نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، ومعلقة ممسوحة من البيكنج باودر. تمام تمام. ومعايا كوباية من الشوكليت تشيبس او شوكولاتة مبشورة المتاح عندك اعمليه. انا عملت لكم زوم عشان تاخدوا بالكم من القوام بتاع العجينة. يعني حاولت ايه اقرب على قد ما بقدر عشان تشوفوا القوام بتاع العجينه عامل ازاي. هي بتلزق طبعا شويه كده، وانا استخدمت طبعا ايدي، ما رضيتش استخدم سباتيولا ولا حاجه، علشان لو هي محتاجه مثلا شويه دقيق، لو محتاجه سنه زبده. يعني انا بحس بالعجينه اكتر بايديا بصراحه، اكتر من الحاجه من الجلافز والسباتيولا والكلام ده كله. بمعلقتين كده تحطيها، مش مشكله شكلها مبعكش كده مش مهم يعني. هي كده كده عشان فيها زبده كتير، لما تتحط في الفرن هتفرش. وشكلها على فكره الشكل اللي هو العشوائي ده بيبقى شكله حلو جدا. بس يعني بلفت نظرك وانتي بتعملي وانتي بتحطي وحدات الكوكيز بتاعتك، خلي فيه مسافات بينها علشان هتفرش. تمام. يعني حاولي ايه على قد ما تقدري تاخدي بالك من الحاجات دي عشان ما يلزقوش في بعض ويمسكوا في بعض ويبقى شكلهم مش لطيف يعني. طبعا يفضل تستخدمي ورق زبدة. لو ما فيش عندك ورق زبدة ممكن لو تمسحي مسحة كده زبدة صغيرة او زيت صغيرة كده. انا بحاول اعدل الشكل كده بالقاع بتاع المكيال بتاع الدقيق. وبزود تشوكليت شيبس. احنا بنحب التشوكليت شيبس كده يكون مليان كده. سوري. الوحدات الكوكيز تبقى مليانة كده شوكولاتة. فتوزعي بقى، يعني انا بحب اوزع كده وحدات كده زيادة. طعمها حلو جدا جدا جدا، مش عايزه اقول لكم جميل قد ايه. لو وصلتي بقى لغايه هنا ما تنسيش اللايك، وما ننساش تعليق جميل جدا جدا كده زيكم، لان انا بفرح جدا جدا بتعليقاتكم والله العظيم. ما تعرفوش تعليقاتكم بتعمل فيا ايه.
والله بتديني سعادة مش طبيعية. ربنا يخليكوا ليا يا رب، ويسعد قلوبكم زي ما بتسعدوني كده. واهلا بيكم حبايبي الجداد اللي اول مرة يدخلوا عندي في القناة. اهلا بيكم، نورتونا. ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان احنا بننزل فيديو كل يوم يوصلكم كل فيديو احنا بننزله. واهلا بيكم في وسط عيلتكم الجميلة الكبيرة. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب، اللهم امين. شكلها خطير بعد ما انا سويتها. دخلتها في فرن متوسط الحرارة، رف اوسط. واهتميت قوي لان انتوا عارفين لونها بني، فتخلوا بالكم عشان ما تتلسعش منكم، لو اتلسعت بتنشف قوي بتمرر. تمام تمام. رصيتها بقى في الطبق بتاعي، تشربيها بقى مع قهوة، تشربيها مع نسكافيه، تشربيها مع شاي. ممكن تاخديها للأطفال كده، كوباية حليب مع 2 3 كده من البتاع، بتبقى وجبة حلوة جدا خفيفة بالليل، وبتبقى مغذية وفيها عناصر غذائية جميلة جدا. وشكلها بيبقى شيك جدا، لو جايلك ضيف جايلك حد بتبقى رهيبة رهيبة رهيبة. دي كمية من كوباية الدقيق الواحدة، زي ما انتوا شايفين كده، كمية ما شاء الله حلوة قوي. هنعملها كده. انا عاملة الكمية دي بسيطة كده عشان السهرة بس كده، يعني حاجة كده تبقى جنب النسكافيه للولاد، جنب القهوة ليا. حليب مع لدودي كده واحنا قاعدين مع بعض. وده الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما ننساش زي ما قلنا الكومنت الجميل اللي بستناه دايما. ربنا يخليكوا ليا، ومش عايزين ننسى الذكر والاستغفار، مش عايزين ننسى الدعاء. و... واسيبكم بقى مع القمر الجميل ده. اسيبكم في رعاية الله. بصوا، بصوا من جوه عامل ازاي. كنت ناوية اسكت، بس المنظر ده ما يتسكتش عليه. كنت ناوية خلاص على كده، بس بصراحة المنظر ما يتسكتش عليه. يلا، اسيبكم في رعاية الله. باي باي.